مشكلة معظمنا في العلاقات ان كل واحد بقى بيبص على نفسه مش بيبص على الطرف التاني. يعني انا ببص ايه اللي يرضيني مش ازاي يرضي الطرف التاني، ايه هي احتياجاتي مش ايه هي احتياجات الطرف التاني، ازاي اكون عايش مبسوط في العلاقة مش ازاي الطرف التاني يكون مبسوط. فدي عملت جوانا حالة من الانانية، والموضوع ده بقى ترندي جدا على فكرة. فموضوع ان انا ابص لنفسي وابص لافعال الطرف الاخر وما ابصش لافعالي انا تجاه الطرف الاخر وما ابصش لاحتياجات الطرف الاخر، دي في حد ذاتها كارثة. فالصح في العلاقات ان كل واحد يبص على احتياجات الطرف التاني، كل واحد يبص على الطرف التاني هو محتاج ايه اللي يبسط الطرف التاني. في حاجه في علم العلاقات اسمها الفايف لانجوج لاف او لغات الحب الخمسه. في كتاب نازل باسم لغات الحب الخمسه ممكن تقروه، بس علشان اقصر عليكم هختصر لكم الكتاب ده في 3 ثواني. الكتاب ده بيقول ان في 5 لغات للحب موجودين، وكل شخص في الدنيا دي ليه لغه حب معينه من ال5 لغات دول. واول لغه من لغات الحب الخمسه دول هي الكلمات التشجيعيه. في ناس كتير جدا بتبقى لغه الحب بتاعها ان انت بس تقول لها كلام حلو، تقول لها كلام تشجيعي، تدعمها في كلامك. في ناس بتحب جدا كده ودي لغه الحب بتاعتها. تاني لغه من لغات الحب لغه اسمها الكواليتي تايم، او ان الشخص اللي معاك في العلاقه يحس ان انت بتخصص له وقت ليه، هو يحس بالاهتمام اكتر، ودي لغه حب برضو ممكن تلاقيها في ناس كتير جدا. تالت لغه اسمها اكتس اوف سيرفيس او الاعمال الخدميه. ناس كتير جدا لغه الحب بتاعتها ان انت تساعدها في شغلها، انك تساعدها في المذاكره مثلا. فدي لغه حب مهمه جدا برضو بالنسبه لبعض الناس، هي انك تعمل لها اعمال خدميه يحس فعلا بالتقدير، انك مهتم قوي ان انت تعمل له حاجه هو مثلا مش عارف يعملها، او تعمل له حاجه وقت ما هو يكون مشغول. ده بيفرق بشكل كبير جدا. رابع لغه ناس كتير جدا بتحب الهدايا، ودي لغه الحب بتاعتها الجيفتس، انك تديها هدايا، انك تعبر لها عن حبك بهديه. اي نعم لغه الحب دي مكلفه شويه بس في ناس بتحب كده. خامس لغه، بس اللغه دي للمتجوزين انا باكد عليها اهو، الفيزيكال تاتش او التلامس الجسدي. ناس كتير جدا لغه الحب بتاعتها هي الاحضان ومسك الايد والتلامس الجسدي بشكل عام. ناس كتير جدا دي لغه الحب بتاعتها، وبتحب الشخص اللي معاه في العلاقه يعبر لها عن حبه بالطريقه دي. بس دي للمتجوزين، بقولها تاني. طيب ازاي بقى اعرف لغه حب الشخص ده؟ وانا كده عرفت ال5 لغات وعرفت ايه هما، بس ما عرفتش اعرف لغه حب الشخص ده ازاي. عشان اعرف لغه حب الشخص ده في كويز كده او تيست بعمله، ممكن تدخلوا على جوجل تكتبوا 5 love language test، هيظهر لك كده كويز كده او تيست تعمله، انت تعمله تعرف لغه حبك ايه، وتخلي الطرف الثاني يعمله عشان يعرف لغه حبه ايه، وانتوا الاثنين تقولوا لغه حبكم لبعض، فتتعاملوا مع بعض بالطريقه اللي كل واحد بيحبها. هنا احنا بنخلي كل واحد يعامل الطرف الثاني او يحب الطرف الثاني بالطريقه بتاعته، بالطريقه اللي الشخص الثاني بيحبها، مش بالطريقه اللي انا بحبها. ودي بوينت مهمه جدا في العلاقات.